السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتسأل مين أول دولة صنعت الساعة وإزاي عرفوا يستعملوها ويعرفوا الساعة كام. خليني أحكي لك الحكاية دي من البداية. مصر أم الدنيا كانت دايما في مقدمة الحضارات اللي بتدهش العالم بابتكاراتها واكتشافاتها. من أيام الفراعنة المصريين القدماء كانوا من أوائل الناس اللي اخترعوا أدوات لقياس الوقت، وده كان شيء مهم جدا بالنسبة لهم عشان ينظموا حياتهم اليومية والشغل والزراعة والطقوس الدينية. إزاي المصريين القدام اخترعوا الساعات الشمسية؟ المصريين كانوا بيستخدموا عصا طويلة اسمها جانومون، بيحطوها في وسط قرص دائري. لما الشمس تسقط على العصا الظل اللي بيظهر بيحدد الوقت. كانوا بيعرفوا الساعة كام من طول واتجاه الظل اللي بتعمله العصا. الساعات المائية دي كانت عبارة عن وعاء بيتميلي مية. المية كانت بتنزل بمعدل ثابت من ثقب صغير في الوعاء. كانوا بيقيسوا الوقت من كمية المية اللي نزلت من الوعاء. الحاجات دي كانت بتساعدهم في تنظيم حياتهم وأعمالهم بدقة. ومع مرور الوقت تطورت تقنيات قياس الوقت لحد ما وصلنا للشكل المتقدم من الساعات اللي بنستخدمها النهاردة. دي كانت نبذة عن إزاي المصريين القدامى كانوا بيقيسوا الوقت ويعرفوا الساعة كام، وده بيبين قد إيه حضارتنا المصرية عظيمة وعريقة.